والله العظيم كان نفسي الدنيا تشتي من زمان، من اول الشتاء ما جه، وانا كان نفسي الدنيا تشتي. انما احنا دلوقتي خلاص بقينا في شهر 4 ويعتبر خلاص الشتاء كده ودى. الشتاء بس اللهم خلص صل بقى. على النبي، النهارده يوم عسل 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 عسل، عشان انا بحب الشتاء. عشان الدنيا بتشتي، بس هو عسل عندها عشان الدنيا بتشتي. اه والله العظيم يا جماعه، والله العظيم اول ما الشتاء ما بيجي كده اللهم صل على النبي كان بيبقى نفسي ومنعاني ان انا الدنيا تشتي، عشان خاطر ايه؟ ناخد الموتوسيكل ونطلع انا وبركات ونطلع نجري بقى، نجري ونبرطح في الشتاء ونقول يا شتاء يا شتاء يا شتاء. اللهم صل على النبي على العسل. الدنيا ايه؟ عسل عسل. بصوا بقى، انا بتكون نفسيتي تعبانه، واول ما الدنيا ما تشتي احس ان انا مبسوطه نفسيتها مية مية. واحس ان انا سعيده. والله العظيم في الجو ده، الجو النهارده ايه؟ روعه. ادعوا يا جماعه والنبي الدنيا تشتي على طول عشان تفضل سعيده على طول. بصوا بقى يا جماعه، انا قلت ايه؟ قلت البركات وعملت له حجه ايه؟ ان احنا نروح نجيب طلبات الكحك، وطبعا طلبات الكحك اهي على رجليها زي ما انتم شايفين كده، جايبين طلبات الكحك كلها. ايوه كده، ايوه كده، 100 100 100 100. وطبعا يا جماعه عملت حجه بقى، وقلنا اما نروح بقى نجيب طلبات الكحك واعملها حجه عشان خاطر امشي والدنيا تشتي بقى فوق مني كده، ونتبل ميه من الجو اللي زي العسل، الجو المتعه. الجو طبعا يا جماعه ما بيكون شتاء وتراوح والجو مغيم زي ما انتم شايفين كده، والسماء اللهم صل على النبي كلها ميه، كلها ميه. ببقى مبسوطه. طبعا رحنا بسيون، واللهم صل على النبي بقى بسيون الجو مش عايزه اقول لكم، شتاء 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 شتاء. لان طبعا بسيون في ريح القضابه وفي ريح صار حجر وفي ريح دسوق، وطبعا هناك طبعا البحر الكبير اللي طبعا بالشتاء بيجي من يمته، يجي بقى على الغربيه على كتامه، يجي بقى على فين بقى؟ على العزب بقى، على اللي قبل كتامه، واحنا طبعا من كتامه. وطبعا الجو عسل 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 عسل. اللهم صل على النبي. الجو سكر. بصوا يا جماعه بقى اللي جايين ورا مننا دول وقعوا بالموتوسيكل وبان عليهم عايزين يقعوا تاني اهو. خليكم بقى انتوا حرين. انتوا حرين. يلا يا جماعه كده، يلا كده، اطلعوا كده ومشوا في الهوا كده، ومشوا في الساعه واسقعوا عشان خاطر الجو ماليش وصف النهارده. الجو ما شفناهوش من اول الشتاء السنه دي ما كانش شتاء، كان صيف. اما الصيف السنه دي داخل علينا كانه شتاء. اللهم صل على النبي. شايفين الجو عامل ازاي يا جماعه ورانا؟ صلى على رسول الله وقولوا عليا افضل الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين. خليكم لما هتقعوا تاني. انتوا حرين، هتقعوا تاني. اللهم صل على النبي. مش عارفه بقى طبعا ان احنا لازم نرش البطاطس، لان البطاطس يا جماعه لازم تترش بعد دور الشتاء دي، لان من الشتاء مش في ميعاده. الميه ديت بتاعت الشتاء بتنزل على البطاطس وبتنزل على البصل، بتكويها بالنار كانها ميه نار بالظبط. يا جماعه اللي عنده زراعه بعد الجو ما يبطل يتوكل على الله ويقوم يرش زراعته، لان الزراعه بتنضر جامد في الشتاء اللي من غير ميعاد طبعا. لان احنا دلوقتي في شهر 4. شهر 4 دي بيكون الجو خريف، بيكون الجو هوا، بيكون الجو 100 100. انما دلوقتي شتاء. والله العظيم كأننا في طوب بصراحه. انا مش عايزه اخلص الفيديو معاكم بصراحه، عايزه تانيين ماشيه كده معاكم واستمتع بالجو واحنا مع بعض كده، الجو اللي زي العسل ده. اللهم صل على النبي. الدنيا مغيمه، حاسه كده ان الجو هيحط شتاء. صح بركتها؟ الجو زي العسل اهو عشان الدنيا بتشتي بس. عشان الدنيا بتشتي بس؟ ايوه عشان الدنيا بتشتي الجو يبقى الجو زي العسل. ان شاء الله هتحط شتاء يا رب تشتي كمان وكمان، وتحط شتاء كمان وكمان يا رب. كنت بتمنى ان الدنيا تشتي من اول الشتاء لكن خذلتني، انما ربنا استجاب لدعواتي في اول الصيف. ودلوقتي بقى الجو
الله يكون في عون الناس. طبعا الفلاح طبعا اللي هو عنده مواشي، وطبعا بيروح دلوقتي يحش برسيم في الجو الشتاء ده، لان هو طبعا لازما يحش برسيم، ولازما ياكل المواشي او البهايم زي ما انتم بتسموه. ما مش معقول بقى طبعا الدنيا ايه. وطبعا يا جماعه اللهم صل على النبي، هو مش معقول بقى يا جماعه هيسيب المواشي من غير اكل ويدخل تحت اللحاف ويخش تحت اللحاف من الشتاء ويستخبى من الشتاء. لا، لازم يطلع ويأكل حتى لو الجو بيحط شتاء بالقفه وبالغلاء. بالقفه وبالغلاء لازم يطلع يروح يجيب اكل للبهايم والمواشي بتوعه عشان خاطر ياكلوا ويتغذوا، عشان اخر النهار يحلبوا وجبه اللبن بتاعتهم الطبيعيه. لكل المسلمين، وربنا ان شاء الله ولا حاسين خالص. يعني رمضان السنه دي احنا مش حاسين بيه اصلا. اللهم صل على النبي، بحلاوه الجو والشتاء والمطر والميه والجو اللي زي العسل ده، ما احناش حاسين برمضان السنه دي. اللهم صل على النبي، عدى علينا كده في لمح البصر. طبعا النهارده 21 رمضان، يعني النهارده 21 رمضان، ومع ذلك ما حسناش خالص. يا رب يخش علينا وعليكم العيد يكون عيد سعيد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يخش عيد سعيد كده علينا وعليكم يا رب. واللي زعلان من حد يتجرأ بقى ويروح يصالحه. قضية ايه؟ بس انت ليه؟ نكملوا الشتاء على المشاريع. ويا رب كل اللي زعلان من صاحبه، ولا كل اللي زعلان من حبيبه، ولا كل اللي زعلان من اخوه يتصافوا مع بعض كده. الدنيا مش مستاهله اي حاجه خالص خالص. يا رب يروق الحال لعبيده، ويروق الحال للمسلمين كلها، ويصفي نفوس المسلمين لبعضهم، والدنيا تشتي كمان وكمان وكمان. طبعا ماشيين ايه تاتا تاتا، بس انا بقول لبركه تسرع شويه عشان احس بحلاوه الشتاء كمان وكمان. دخلنا كده كتاب من فيكم عارف كتابه بقى يا جماعه. كده دخلنا كتابه، اللهم صل على النبي. اول كتامه هي البنزيمه اللي عدت دي، يعني اول كتامه البنزيمه اللي عدت. اللي بيدخل عندنا بلدنا بلد الندامه. عاملين مستخبيين مش هتبطل. بيقول لي بتعملي ايه؟ مستخبيين من الشتاء مفكرين الدنيا هتبطل. ده انا بدعي ليل ونهار، بدعي عشان ما تبطلش. بس مع ان احنا يا جماعه ساقيين البطاطس بقالنا 3 ايام دلوقتي، والله العظيم وخايفه عليها قوي. ربنا يستر، والله العظيم ربنا يستر. انا بقى حسيت ان انا ممكن اتعكنن عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر البطاطس، لان احنا ساقيين بقالنا 3 ايام دلوقتي او 4 ايام ساقيين البطاطس. فطبعا الشتاء دي ممكن يضر البطاطس. ربنا يسترها يا رب. بس ديت لازما نعيش اللحظه اللي احنا فيها الاول، ونفرح بالشتاء وحلاوه الشتاء، وبعد كده ندور على ايه؟ على البطاطس لو حصل لها حاجه. تاني حاجه ان انا لازما دلوقتي حالا اختم معاكم الفيديو، لان والله العظيم التليفون اتغرق ميه وخايفه يبوظ مني. المهم ان انا ايه؟ خدت الجوله معاكم يا احلى ناس في الدنيا بحالكم. الجو تقل 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 تقل. اللهم صل على النبي. يلا يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين وبالصحه والسلامه، ويدوم عليكم الشتاء والصيف على خير، ويسعد قلوبكم يا رب. يا رب يسعد قلوبكم، وتفرحوا دايما كده، وتفرحوا باولادكم، وتفرحوا بحبايبكم. وكل سنه وانتم طيبين يا احلى ناس في الدنيا بحالها، ورمضان كريم. قولوا بقى الله اكرم. ما تقولوا يا جماعه الله اكرم يا جماعه. الله اكرم.